السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نتكلم عن مواصفات وأسرار المرسيدس جي كلاس. الجي كلاس منتشرة اليوم ومعروفة جدا، تصميمها كلاسيكي مربع، انطلقت من العام 1979. أول موديل منها كان مخصص للاستخدام العسكري في الغابات والطرق الوعرة. مع زمن بدأت الجي كلاس تتحول نحو الرفاهية، منها الأوف رود مثل منافستها الأهم الرينج روفر، وبقي تصنيعها بنفس الموديل من بدايتها إلى سنة 2018، نفس الموديل ونفس الشكل، حيث تم إصدار الجيل الثاني من الجي كلاس بتغييرات تقنية فقط، نفس الشكل والأبعاد والشاصي. الجي كلاس من بدايتها قوية على الطرق الوعرة، وبتطورها صارت أقرب لشعور السيارة الرياضية عند القيادة. محركات هذه السيارة كثيرة، منها الديزل ومنها البنزين. أشهرها يوم محرك ال 55 V8، محرك ال 63 باي توربو V8، ومحرك ال AMG 65 V8، وجميعها من موديل 2012 فما فوق، تزيد على ال 500 حصان، وموديل ال 65 AMG يزيد على 600 حصان. محركات قوية جدا وعزمها هائل، ومرسيدس متميزة بصنع محركات قوية بعزم فوق الهائل. أبرز الإصدارات المميزة من مرسيدس جي كلاس هي السكوير، وهي مرسيدس جي كلاس بنفس الشكل ونفس الجسم، لكن بإطارات أكبر وجسم أعلى من الاعتيادي. ويوجد أيضا الشكل المميز Limited Version 6x6 سداسي العجلات. وللمعلومة، السداسي العجلات مأخوذ من شركة كرايزلر، لما كانت شركة مرسيدس منضوية تحت جروب ضمنها شركة كرايزلر، تم أخذ سرقة هذه الفكرة. معدل أسعارها خارج العراق في سنة 2022 يبدأ من 139 ألف دولار لأقل موديل، والأي ام جي 63 أو الموديل الأي ام جي يبدأ من 175 ألف دولار. طبعا هذا السعر من دون إضافة أي ملحقات لون خاص أو إضافات خاصة، حيث يمكن أن يصل السعر إلى 200 ألف دولار بكل سهولة. وكمعلومة أغلبكم ربما ما يعرفها، العراق كان في الكثير من سيارات الجي كلاس من موديل الثمانينات ويشتغلن عبرية، سيارات خاصة لنقل المواطنين عامة، فيكونون تأخذ موديلات الثمانينات أو بدايات الألفينات وتحدثها إلى موديل 17 و18 وحتى 2022. فمع بالكم كل جي كلاس هي جي كلاس، حتى شعار الاي ام جي اكو لزق جاهز. السيارة ما تطورت من ذاك الزمن لليوم، لكن اكو سبب قوي عدم وجود تطور ملحوظ، انه الشكل جذاب ومربع وكلاسيكي، وهذا الشكل لليوم ما متواجد وما متكرر بأي سيارة، والكثير من الشركات تحاول تقلده أو تنافسه، مثل هاي السيارة جي دبليو ام من جريت وول هافال. الحلقة اليوم قصيرة، تعذرونا، وإن شاء الله نجيكم بمعلومات أكثر بالحلقات الجاية. مع السلامة.